من اوائل الفيديوهات اللي عملناها على القناه كانت الفيديو بتاع الريف سحر ولا ورطه، واتكلمنا فيه عن المشكله اللي ظهرت مؤخرا مع توني وقلبت السوشيال ميديا. النهارده بقى هحاول اشرح لكم الموضوع بصوره مبسطه اكتر وعلى الوايت بورد، فيلا بينا. في عربيات البنزين الاحتراق الداخلي انترنال كونسبشن انجن، انت عندك موتور بتحط له بنزين. الموتور ده ليه هورس باور معين وليه نيوتن متر معينه. القوه بتاعته دي بقى بتطلع عند ار بي ام معين. طيب انت دلوقتي على سفر ودايس باقصى ما عندك 160 170 لاطول فتره ممكنه، ايه اللي هيحصل؟ الاستهلاك بتاع البنزين هيزيد، هتخش بقى 13 14 لتر لكل 100 كيلو، ولكن هتفضل العربيه بنفس طاقتها وبنفس قوتها لحد ما البنزين يخلص، وساعتها هتروح تفول بنزين جديد ويبقى معاك العربيه تقدر تمشي من اول من تاني. نفس الموضوع موجود للعربيات الاي في او العربيات الكهرباء الفولي الكتريك. انت عندك موتور، سواء موتور امامي او موتور خلفي، ليه كيلو وات، ده الباور بتاعه كيلو وات ساعه. لو انت قارس بالعربيه باقصى سرعه عليها هتفضل تسحب من البطاريه اللي بتبقى موجوده في النص، البطاريه الكبيره، لحد ما البطاريه تخلص، او انك تروح وتشحنها، بس ستيل القوه زي ما هي. الريف بقى الوضع مش كده. ليه الوضع مش كده؟ لان انت عندك بطاريه صغيره موجوده في النص، والبطاريه الصغيره دي هي اللي بتحرك مواتير الكهرباء سواء على الاكس الامامي او الاكس الخلفي. وعندك موتور الكهرباء برضو ليه قوه بالكيلو وات حسب دوستك. طب لو انا بقى عملت نفس اللي عملته فوق ودوست بسرعه عاليه جدا لمسافه طويله، ايه اللي هيحصل؟ البطاريه هتخلص. بس هنا انا مش محتاج اروح اشحنها. ليه؟ لان انا عندي مولد المفروض ان هو يشحن لي البطاريه دي، وكمان بيولد تيار للمواتير الكهرباء او الموتور الكهرباء على طول. طيب ايه اللي بيحصل بقى في الوضع ده؟ اللي بيحصل ان انت لما بيبقى الكيلو وات ساعه عالي جدا للسحب بتاع الموتور، لانك ماشي بسرعه عاليه عكس اتجاه الهواء مثلا والمسافه طويله جدا، بيبقى الفقد اللي بيحصل في البطاريات الكهرباء اكتر من اللي داخل من الموتور. فبيحصل ايه؟ بتبدا البطاريه ان هي تقل تدريجيا. ليه؟ انت عندك البطاريه دي عباره عن خزان، انت بتملاها من هنا من الكهرباء اللي جايه من المولد، وبتسحب الكهرباء اللي رايحه للموتور لمنظومه الحركه. طيب السحب ده اكتر من الزياده، فتبدا البطاريه تقل تدريجيا معاك. لما بيبدا الموضوع يبقى الفرق كبير جدا بين اللي داخل من المولد واللي طالع لمنظومه الحركه، بتبدا العربيه اوتوماتيك تدخل في حاجه اسمها بي ار، باور ريدكشن. بتقلل القوه بتاعه العربيه، او بتقلل الكيلو وات، بتقلل الاحصنه يعني اللي بتطلع من الموتور او الموتورين الكهرباء. طيب انت فضلت برضو دايس، او بقى البطاريه نزلت عند لو خالص، بقت مثلا 15% لاقل، وانت ما زلت دايس، هنا بقى بتدخل في ايه؟ بتدخل في مود تاني اسمه لامب مود. اللامب مود ده بقى ممكن العربيه تحد لك السرعه على 90 مثلا. ليه ده بيحصل؟ لان العربيه ببساطه بتحاول توازن ان الفقد اللي طالع لمنظومه الحركه يبقى مساوي او اقل من الشحن اللي جاي من المولد بتاع البنزين، وده عشان العربيه تفضل ماشيه معاك فعلا وما تفصلش منك زي العربيه الكهرباء او العربيه البنزين اللي فضلت ماشي عليهم لحد ما خلصت تماما. هيجي هنا السؤال المهم، هل ده بيحصل في كل عربيات الريف؟ لا، مش بيحصل في كل عربيات الريف. ليه؟ لان الموضوع معتمد على عوامل كتير جدا. هي ايه؟ اول حاجه معتمد المولد البنزين ده بيطلع طاقه قد ايه. وهو مولد البنزين ده لو بيطلع طاقه اكتر اصلا من الموتور الكهرباء او موتورين الكهرباء بيحتاجوها، فخلاص عمر ما المشكله دي في الاساس هتحصل. معتمد على ايه كمان؟ معتمد على حجم البطاريه. ما التانك اللي احنا اتكلمنا عليه هنا ده، لو التانك ده كبير زي عربيات لي اوتو مثلا، بتبقى بطاريه زيها بالظبط زي بطاريات العربيات الكهرباء تقريبا، ساعتها مهما كان الفقد ده اكتر من اللي داخل، استيل هيلحق يعوض. مهما انت مشيت لعدد ساعات مش هتحصل المشكله دي، ولو حصلت مش هتحصل الا لو انت مثلا بادئ تسافر والبطاريه 15%. زي ايه تاني؟ زي مثلا نظام الاي باور بتاع نيسان. نظام الاي باور بتاع نيسان البطاريه اصلا اللي موجوده صغيره جدا، فلما انت بتدخل في الحاله بتاعت ان انت كابس دي وعايز اقصى طاقه من العربيه، المولد اللي موجود قدام مش بيشحن البطاريه اصلا، هو بيودي طاقته على طول للموتور اللي بيدفع العجل الامامي في حاله النيسان القشقاي، او بيدفع الموتورين اللي بيدفع الامامي والخلفي في حاله الاكس تريل. بس هي موزونه في نيسان ان المولد يقدر يطلع طاقه في كل الظروف اعلى من الطاقه المستهلكه من الموتورين بتوع الكهرباء. وبرضه اقول لك ان الجيل الاولاني من نيسان قشقاي اي باور تحديدا كان بيظهر فيها مشكله الليمب مود دي، وناس كتير جدا اتكلموا عليها بره. اتمنى اكون كده شرحت لك بصوره مبسطه تكنولوجيا الريف، واقول لك ان دي مش مشكله في التكنولوجيا، في الاخر
كل حاجه ليها استعمالات معينه. ما ينفعش انك تجيب عربيه بنزين فيها فتيس دي سي تي مثلا وتفضل ماشي بيها في الزحمه على طول، ما انت ساعتها هتظهر لك مشاكل. فانت لازم تبقى فاهم التكنولوجي اللي انت شاريها بتتعامل معاها ازاي. والموضوع اللي حصل مع توني ده مش هيحصل لك الا في ظروف معينه جدا، لو انت فاهم التكنولوجي مش هتخش في الظروف دي اصلا. وكمان العربيات الحديثه اللي فيها باور ريدكشن ممكن ما توصلكش اصلا للمود بتاع الليمب ده وانت مش حاسس، لانك مش هتاخد بالك ان العربيه قللت الباور بتاعها. ولذلك زي ما بنرد عليكم دايما كلكم في التعليقات، لو انت حد كل مشاويرك سفر ما بتتحركش غير على طرق سفر بسرعات عاليه، الريف مش هيبقى اذكى خيار ليك. ساعتها محتاج تروح لحاجه هايبرد، سواء بلاجن هايبرد بي اتش اي في او هايبرد ما بيتشحنش اتش اي في. طيب لو انت حد عايش جوه المدينه اغلب وقتك وبتسافر مره في الشهر، مرتين في السنه، حتى 10 مرات في السنه، ما بتمشيش على سرعات مجنونه فوق ال 150 وال 160 لوقت طويل، ساعتها الريف هيبقى الخيار الامثل. المهم يبقى عندك وحده شحن في البيت. اي استفسار بقى ليكم تاني عن الموضوع اكتبوا لنا في التعليقات وهنرد عليكم كلكم. سلام.